قلنا ان من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده في الدوكيمنت بتاع السوشيال ميديا استراتيجي هي البيزنس جول. الشركه او المكان اللي شغلني عايز يوصل لايه؟ الشركه عايزه تعلي مكاسبها بنسبه 30%. الماركتنج بعديها هياخد قرار يلا نجنريت نيو سيلز او يلا نجيب كلاينت جديده بنسبه 40%. السوشيال ميديا تبدا تطلع قرار يلا نعلي الكونفرجن بنسبه قد كده. ده اكزامبل او ده درافت بسيط قوي عشان كله في الاخر يبقى اونلاين وكله ماشي على نفس الخط. ايه هو اصلا بقى الماركتنج اوبجيكتيف؟ الماركتنج اوبجيكتيف تفاصيل ازاي انا كماركتنج هحقق البيزنس جول. ازاي لو البيزنس عايز يزود مبيعاته ب 30% او عايز يعلي ارباحه 30%، انا هعمل ايه؟ الكونتريبيوشن بتاعي هل انا هجنريت اويرنس؟ هل مثلا هعلي الكونفرجن ريت بتاعي؟ كل ده او هي دي الحاجات اللي في الاخر هتوصل البيزنس للحته اللي هو عايزها. خلاص احنا دلوقتي معانا الماركتنج اوبجيكتيف. هل ده انا اقدر اشتغل بيه في السوشيال ميديا؟ لا، انا محتاج ابدا احول ده لجولز لكل بلاتفورمز عندي. يعني كل بلاتفورم عندي هبدا اخد الماركتنج جول والبيزنس جول واشوف اوكي انا التيك توك هيوصلني لده ازاي؟ هل التيك توك مثلا ده هيضرب لي مبيعاتي 100%؟ انت محتاج تاخد ده وتبدا تكستمايزه على كل تشانل. كل تشانل تبدا تقول لها يبقى انا محتاج من التشانل دي اكس عشان اوصل للماركتنج اوبجيكتيف ده اللي هيوصلنا للبيزنس جول ده. وانا بحط الجولز بتاعت السوشيال ميديا ما ينفعش احط بس ان انا عايز ايه؟ انا عايز اوصل ل 5000 فولور. لا، هي مش هتمشي. محتاج تبدا تحط سمارت جول واضحه وعارف انت عايز ايه. انا عايز اوصل ل 5000 فولور، وتكون برضو قادر توصف الرقم او قادر تقيس الرقم. لما اوصل للرقم اقول اوكي نوصل 5000 فولور، رقم واضح. برضو يكون حاجه ثانيه ان اقدر اعمله. ما اقدرش اقول ان انا بيج لسه عاملها النهارده انا عايز اوصل بكره المليون، فمش هينفع. لازم الجول بتاعي يكون واضح وقادر اوصل. حاجه ثانيه انا محتاج 5000 فولور، وحاجه ثانيه ان انا اقول انا محتاج 5000 فولور في الشهر. انا محتاج احط له تايم فريم كده اقول خلال الفتره دي انا محتاج اوصل لاكس. وطبعا محتاج يبقى لاين مع البيزنس اوبجيكتيف. برضو محتاج وانت بتختار المترك انا ليه بختار المترك ده وازاي هيكونتريبيوت او هياثر في البيزنس جول الاساسي. ازاي انا لما هقول لك يلا نزود الفولور بيز ده في الاخر هياثر على رقم المبيعات، ده محتاج اكون فاهم.